الباب الذي يليه ما هو؟ الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله. نعم، اقرأ. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هنا الآن هذا الباب عقده المؤلف للدلالة على أن من الواجبات الصبر على أقدار الله، وأنه من الإيمان، وأن ترك الصبر على أقدار الله تعالى الذي يؤدي إلى مقالة مخالفة للصبر مناقضة له، بعضه سماه الشرع كفرا، فناسب أن يكون في كتاب التوحيد كما سيأتي بيانه. فالآية الأولى التي ذكرها المؤلف قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. نعم، من يؤمن بالله يهدي قلبه، هذا وعد من الله عز وجل، والله لا يخلف الميعاد. من أخذ بأسباب الإيمان وفقه الله تعالى وهداه. نعم. قال علقمة علقمة. قال علقمة علقمة بن وقاص الليثي، وهو تلميذ ابن مسعود. نعم. هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. نعم، المصيبة إذا وقعت في هذه الآية، يفسر هذه الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، نحن فسرناها التفسير العام ويفسرها التفسير الخاص، والعبرة بعموم اللفظ فتشمل كل المعاني. فيقول ماذا علقمة؟ الرجل تصيبه المصيبة فماذا يفعل؟ يصبر، ويسترجع ويحمد الله تبارك وتعالى عليها، فيكون بذلك قد هدى الله تعالى قلبه للإيمان، ولم يقل ولم يفعل ما يناقض الإيمان عند المصيبة. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ارفع صوتك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. نعم، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. الذي يناسب الباب هنا النياحة على الميت، وسماها النبي عليه السلام كفرا، والمقصود هنا الكفر الأصغر الذي لا يناقض الإيمان بالكلية ولا يخرج الإنسان من دائرة الإسلام. فالذي ينوح على الميت والنياحة على الميت هي رفع الصوت بالبكاء، رفع الصوت بالبكاء، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، وسماها الشرع كفرا، وقد تكون مزلقة للكفر الأكبر. قد تكون النياحة على الميت مزلقة لأن يقول كلمة يكفر بها ويخرج بها من دائرة ماذا؟ من دائرة الإسلام. فثنتان في الناس هما بهم كفر أو بهما كفر. الأولى هي الطعن في الأنساب، والمقصود بالطعن في الأنساب يعني الطعن في أنساب الناس التي اؤتمنوا عليها على سبيل التجريح بغير بينة. يطعن في أنساب الناس، لا تعجبه أنساب الناس، ربما يعني نفى نسبة فلان إلى أبيه فلان، هذا كله من الطعن في الأنساب. وكذلك انتقاص الإنسان لنسبه يدخل في هذا الباب. أما التعريف فإن كان هناك رجل لا يعرف إلا باسم عائلته التي فيها شيء من الانتقاص، فهذا يحتاج إلى حتى يقع الإنسان في الحرام نية الانتقاص. أما إذا كان الأمر مقرونا بالتعريف يحل أن يعرف، فيقول فلان مثلا الأعرج، فلان مثلا ينتسب إلى عائلة في مسماها شيء. إذا قال ذلك على سبيل الانتقاص هذا طعن في الأنساب، وإذا قاله على سبيل التعريف فهو جائز. نعم. فإذا عندنا محرمان وكبيرتان سماهما النبي عليه الصلاة والسلام كفرا: الطعن في الأنساب، وكذلك النياحة على الميت. والنوح يغلب على النساء، لكن قد يفعله بعض الرجال، أنه يرفع صوته بماذا؟ بالبكاء، يصيح ويولول ويتكلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث النائحة، هذا من باب التغليب. النائحة إذا لم تتب أقامها الله عز وجل يوم القيامة، أقام عليها يوم القيامة سربالا من نار ودرعا من جرب. هذا على سبيل التغليب، لكن حديثنا هذا يشمل الجميع، يشمل الرجال والنساء، فإنه لم يخصص النساء بذلك. قال ثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. نعم. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود
وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا يعني ليس على طريقتنا ولا على هدينا ولا على ديننا الصحيح، فهو على تقصير من عنده. من يفعل ذلك هو على هذا الذي يمشي عليه، هذا ليس هو دين محمد عليه الصلاة والسلام. فليس المقصود ليس منا يعني أنه قد كفر، وليس من المسلمين أنه صار من الكافرين، وإنما المقصود أنه ليس على الطريق القويم الصحيح الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الإنسان قد يكون مخالفا لهذا الطريق مخالفة كلية، أو مخالفة تستوجب العصيان، أو تستوجب أن تكون معصية، أو تستوجب العقوبة، هذا من هذا الصنف. فيعني ليس منا يعني ليس على هدينا ولا على طريقتنا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. يعني حتى يأتي به يوم القيامة فيعاقب عقاب الآخرة أشد. فمن رحمة الله عز وجل بعبده المؤمن أنه يعجل له عقوبته في الدنيا. هذه العقوبة تتنوع من أنواع الأقدار المؤلمة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فما يقع به الإنسان من أمراض، حتى الشوكة يشاكها، المؤمن يثاب على الشوكة يشاكها إذا اقترن ذلك بالصبر وحسن الأدب مع الله عز وجل في الأقوال والأعمال، وكذلك الرضا. نعم، فإنه يثاب حتى على الشوكة. فهذا البلاء الذي يقع على الإنسان ربما بعضه لا يلتفت إليه الإنسان، يمر عليه مرور الكرام ولا يلتفت أنه كفارة من عند الله عز وجل. فإذا التفت إليه وجمع معه حسن الصبر كان هناك حسن الجزاء. فإذا لم يلتفت إلى حسن الجزاء ولا أنه من باب الابتلاء، وأظهر التشكي وأظهر الضجر وعدم الصبر من مرض أو نحوه، لا يترتب على ذلك حسن الجزاء. حسن الجزاء مع الصبر على الأقدار. فالذي يبتلى في هذه الدنيا بصنوف الابتلاءات، بنقص ماله أو بموت ولده أو بقلة رزقه أو بالأمراض وأنواعها الكثيرة قليلة كانت أو كثيرة، يعني أمراض صعبة أو أمراض عادية، إذا قرنها مع الصبر وحسن الامتثال لأمر الله عز وجل والأدب معه في الأقوال والأعمال، فهذا الذي يعني تكون هذه البلاءات مكفرة لذنوبه، وهو يكون ممن عجل بلاؤه في الدنيا تكفيرا لسيئاته في الآخرة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. مع دايما مع لا تسكن، ما فيش مع في اللغة العربية ساكنة، مع هكذا. لماذا؟ لأنها ظرف. نعم. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. الذي يرضى رضاه لنفسه يعود عليه بالخير، والذي يسخط ما كسب إلا السخط، ما كسب إلا السخط، ما في أجر ولا ثواب. وزيادة على بلائه تسخط فنال ماذا؟ استحق العقوبة عند الله عز وجل، ونال على تسخطه ماذا؟ الجزاء السيء. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن. الثانية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذه آية التغابن. نعم. الثانية أن هذا من الإيمان بالله. نعم، أن الصبر على البلاء من الإيمان بالله، هذا المقصود. الثالثة الطعن في النسب، يعني تفسير موضوع الطعن في النسب وأنه يناقض كمال الإيمان. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا الوعيد ما هو؟ في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: ليس منا من ضرب
الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. شق الجيوب يعني شق ملابسه، وإنما خص الجيب بذلك لأنه أقرب شيء للشق، هذا الجيب. نعم يسمى جيبا، وليس الجيب يعني الذي يوضع به، هذا صار عرف عند الناس أنه جيب، ويخدمه أو يستدل عليه بعموم اللفظ في اللغة العربية أن الجيب كل شيء يعني يمكن أن تدخل يدك فيه يسمى جيبا. لكن في أصل الاستعمال الجيب هو المكان الذي يعني يكون قريبا من العنق يسمى جيبا. وأدخل يدك في جيبك، مش في جيبتك هذه، في جيبك يعني في جيب قميصك بين الأزرار مثلا، المكان الذي يدخل منه الإنسان قميصه يدخله في رأسه، هذا يسمى جيبا. فليس منا من شق الجيوب ولا ضرب الخدود ولا دعا بدعوى الجاهلية، كأن يقول وسنداه من لي بعدك، من سيعطينا، من سينفق علينا، وكرباه وسنداه، نعم أنت سندي، رحت، قوم كلمني. دعوة الجاهلية هذه، كيف بدي يقوم؟ ميت. قوم كلمني واحكي معي، ليش تركتني؟ هو بيده، ليش تركتني؟ لماذا مت؟ استعجلت. بكتبوا هذا، استعجل الموت. والله لو في يد العبد انه ما يستعجل احد، لو كان في يده ما يستعجل الموت احد ابدا. هذا من دعوى الجاهليه، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله كبيرة، ليس مجرد الشق ولا شق الجيب ولا ضرب الخد، وانما ان يتكلم بكلام سيء فيه تسخط على قدر الله من دعوى الجاهليه الذي حرمه النبي عليه السلام، وقال ليس منا من فعل ذلك. وفي الحديث الآخر أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. من هي الصالقة؟ من هي الصالقة؟ لا، الصالقة التي يعني تدعو بدعوى الجاهلية، وقد يقترن مع ذلك شيء من الضرب، قد يقترن مع ذلك ترفع صوتها بالنية، هذه الصالقة. وكذلك الشاقة تشق ثيابها، والحالقة كانوا في الجاهلية الواحدة حدادا على زوجها تحلق شعرها، تحلق شعرها. وقريب منه الآن من شريعة الجاهلية اللي تسللت لبلاد المسلمين، خصوصا عندما يسمى بالنسويات، هذول المجنونات هؤلاء اللي لا يصلح معهن إلا العصا، حلق الرؤوس تضامنا مع مين؟ تضامنا مع بعض النساء، أو تضامنا مع امرأة أصيبت بالسرطان. هذا الشرع بريء من هذا، لأنه يشبه ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل أن المرأة لا تحلق رأسها، لا تحلق شعرها، هذه سبة في حق المرأة أن تحلق شعرها، منقصة كبيرة أن تحلق شعرها إلا لضرورة علاجية أو نحو ذلك، أو أنه سقط هو. نعم. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير. علامة إرادة الله بعبده ماذا؟ الخير. ما هي هذه العلامة؟ أنه يعجل له البلاء في الدنيا، يعجل له البلاء في الدنيا. نعم. السادسة إرادة الله به الشر، وأنه إذا أراد به شرا ما أعطاه، لا يعني أنه إذا أعطاه من المال والولد ولم يبتلى صار يعني أجل العقاب على ذنوبه. ينظر إلى مسلك الإنسان، فإن منعوفي العافية لا يعدلها شيء. قد يقول قائل هذا يتعارض مع سؤال الله العافية. لا يتعارض، لأن العافية هنا تشمل العافية من المعاصي والعافية في البدن، فمن أوتيهما أوتي خيرا عظيما. لكن الإشكالية وين؟ أنه يعافى في بدنه ولا يعافى من معاصيه، ولا يكون هناك بلاء بتكفير تلك الذنوب فتؤجل العقوبة عليها في الآخرة. هذا المقصود. نعم. السابعة علامة حب الله للعبد، أنه إذا أحب عبده إيش؟ ابتلاه. وأشد الناس بلاء كما في الحديث، لعل هذا يتعلق في الفائدة التي تليه. نعم. الثامنة تحريم التسخط، أن يقول الكلام الذي لا يرضي الرب تبارك وتعالى، وهذا لا يكون إلا مع المصيبة. نعم. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء، من رضي بالبلاء لا شك الثواب كثير، من ذلك قول الله تبارك وتعالى أولئك عليهم
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ورحمة، أو قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الجزاء عظيم على من رضي وعلى من صبر. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.